الأندية. واعتقد ان هو يعني امبارح كان حصل كلام كتير ان الاهلي هينسحب، ولكن الاهلي لا، اعتقد خلاص ان الاهلي موجود. معانا برضو المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنه انديه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ سيف. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. هو الاستاذ طاهر واضح انه فاضي اليومين دول. الاستاذ سيف انا في طريقي انا والمجموعه رايحين لاجتماع مجلس الوزراء. رئيس الوزراء الطريقه تمام. عشان مشكله النادي الاهلي الاولى هي مشكلته هو، مش مشكلتي انا. وللاسف النادي الوحيد اللي اعتذر عن رئيس الوزراء النادي الاهلي. بقول لجماهير النادي الاهلي العظيمه واعضائه المحترمين، شوفوا المجلس بتاعكم الجديد اللي احنا كنا سائلين بيه نعمل ايه. استاذ محمود، حضرتك لما تعمل شروط معلش تعملها على حد غيرنا، تعملها عند واحد شغال عندك في الشركه، ما تعملهاش على 22 نادي محترم. ما فيش حد فيهم حرامي، ما فيش حد بيروح يشحت من الكويت، ما فيش حد فيهم عنده مصايف في سوريا. لما تيجي تتكلم بادب عن انديه محترمه. حضرتك شروطك على مين؟ يا اخي عيب. الناس اللي بتحضر معانا ال 22 نادي كلهم ناس محترمين. حضرتك يعني مستعر من بني سويف ولا من المنيا ولا من حرس الحدود، ولا حضرتك مستعر منين بالظبط؟ انت عندنا جمعيه عموميه من 22 نادي يا سيف، جمعيه عموميه اختارت 9 مجلس اداره. تمام. لما يجي ال 22 نادي جمعيه عموميه عايزه تحضر، اقول له لا، ما حضرتك ما تحضرش عشان محمود بيه طاهر اللي مش هي دي البدايه يا اخي محمود. يا اخي خليك في حجمك بقى. انت فارض شروط على مين؟ ايه شروطك؟ ده احنا قلنا، فاكر الاهلي لما برضه للاسف خارج السرب في الموضوع البث الفضائي اللي قبل ما اجي انا ما كنتش موجود اصلا. فاكر يا استاذ سيف؟ تمام. وفي الاخر رضخ لاراده الناس. لما الدوله عينها احمرت راح جاري وقال انا موافق ومضى البث الجماعي. فانا عايز اقول لحضرتك شروط ايه اللي انت بتفرضها؟ هو انا سمعتك وانا بلبس ونازل يا سيف اللي بيقول نمره واحد ما نجتمعش الا في اتحاد الكوره. لا مامتي انا الست الفلاحه البسيطه. انا لما قلت كل اجتماع هنحضر في نادي عشان نكبر الانديه ونشوف مشاكلها على الطبيعه. احنا حضرنا، احنا اول اجتماع واخر اجتماع في نادي الزمالك على فكره، وفي نفس الوقت نقول لاتحاد الكوره ان حضرتك اتحاد واحنا لجنه ما فيهاش وصايه او رابطه ما فيهاش وصايه. انا الاسبوع الجاي لما اروح اجتمع في المنيا ده يزعل حد يا سيف؟ لا يا فندم، انا عايز اروح اجتمع في الفيوم ده يزعل حد؟ لا يا فندم، كلام محترم، بس انا ليا طلب عند حضرتك صغير. اكمل بس كلامي بعد اذنك من فضلك وبعدين بعلق بعد اذنك. اتفضل يا فندم. ادي واحد يقول لك الدوري من دور واحد. على فكره قبل ما اجي انا في بدايه المسابقه الاتفاق دوره رباعيه رايح جاي. تمام. بس يقعدوا يحلوا في غيبوبه. انما شغل المنظره ما حدش يا محمود يا طاهر هيتمنظر على مرتضى منصور. تمام. انت عايز تخش معايا في مشكله؟ انا اهلا بيك، انا ما عنديش مشكله، بالعكس ده انا كنت عايز جماهير الاهلي زي زمان. الحب والاحترام ومفيش مدرج للاهلي. كنا ده انا كنت يعني ده كان املي. ما انا عايز يا فندم، انا عايز احافظ على الحته دي. يعني انا عايز اقول لحضرتك انا اكمل بس واكمل بس بعدين زي سيف وبعدين نتكلم. حاضر. خلاص يعني كان املي وانا بتربطني علاقات بمعظم اعضاء مجلس الاداره. تمام. خلي بالك واسالوا محمد غاب ووحيد والمجموعه دي كلها. هو حضرتك عايز ايه؟ انت محمود طاهر اللي قبل الانتخابات؟ مش انت خالص. وعلى فكره انا كلمت عبد المجيد بن محمود النهارده وسمير زاهر النهارده عشان الخيط الرفيع اللي انا بايع عليه وعشان تفضل جماهير الاهلي والزمالك ما يجيش حد يعكر صف. يا اخي ده احنا بنقول يعني واحد عايزين الجماهير ترجع تحب بعض تاني، لكن النهارده تفرض شروطك على مين؟ تفرض شروطك على عيل موظف عندك في الشركه. خلي بالك عندك 100 موظف، تعال شوف مكان بيسيبهم كام موظف. بس احنا مش هنستعمل الطريقه دي يا استاذ محمود. احنا في شغلنا. بس انا فاهم حاجه حضرتك عشان تقابلني يا محمود طاهر اسم محمد عبد الوهاب قاعد في مكتبي قبلها بشهر. ده احنا طرحنا نفسنا للخدمه العامه، احنا خدامين للجمعيه العموميه والخدمه الرياضه المصريه. هو كلامك يا فندم محترم جدا، بس انا كان ليا وجهه نظر. حضرتك تربطك علاقه كبيره جدا بمعظم اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وحضرتك كنت ابتديتوا بدايه كويسه جدا. حتى حضرتك لو حصل كذا بس اجتماع ما بين مجلس اداره الاهلي والزمالك هيحل كل المشكله دي قبل ما نخش في خلاف اكبر من كده. استاذ سيف وجهه نظرك محترمه. استاذ سيف لما يطلع بيان من شويه عيال ده بيقول صيع ثاني يشوهوا جماهير الاهلي العظيمه العريقه. لما انا قلت يا جماعه هنعمل مبادره ونروح مجلس اداره الزمالك يزور النادي الاهلي يبارك لمجلس اداره الاهلي. خلاص والولاد يشتموا. انا عندي حد شتم محمود طاهر هطلع ببيان مجلس اداره اعتذر واقول له مالك فاتح لك قلبه وصدره واتفضل شرفنا. تمام. انا قلت الكلام ده ولا سأل، ده التعالي.
لا محمود اوعى تفتكر الفلوس اللي معاك دي ولا حاجه خالص. احنا مش عايزين نقول كده، احنا عايزين حضرتك نطرح. ثانيه واحده سيف، انسى ثانيه واحده، يعني بقول لك يا محمود يا طاهر انسى انسى لو وزننا فلوس انسى خالص. 2 حضرتك طلعت زعلان من اللائحه بتقول شروطك، طب ما حضرتش ليه امبارح تقول لنا الكلام ده اول امبارح في الاجتماع؟ مظبوط يا استاذ سيف؟ تمام. يعني ده ما تبعت لنا فاكسه ويبعت لاتحاد الكوره اللي ملوش علاقه بلجنه الانديه، ما تبعت تيجي حضرتك احضر اللجنه. الراجل بتاع انبي المحترم بقى وقال يا جماعه انا بعتذر، شو بقى الفرق؟ انا بعتذر عشان ما جاليش جدول الاعمال قبليها ب 48 ساعه. تمام. لانه ده كلام محترم. خدنا قرار لامين اللجنه ممنوع ان حضرتك لازم تبعت جدول الاعمال مسبقا لكل الانديه قبل، ده كلام محترم. تمام. انما حضرتك ما بتجيش ولا مندوبك بيجي وشغل منظره وشغل منظره. لا المنظره دي مش عندي، انا موظف عندك، وخلي بالك انا ايدي في الكويت وسوريا طايله عنك، فحضرتك تتكلم عننا بادب. واصغر نادي في مصر ادي المنيا النهارده اهو اللي مش عاجبك غلب الاسماعيلي، فما تستهترش بحد. وانت لو تفتكر لما احمد حسام طلع وعمل مداخله مع الاستاذ مدحت وقال حضرتك طلعت اعتذرت بالنيابه عنه طبعا. نعم حضرتك طلعت اعتذرت بالنيابه عنه طبعا. طلعت اعتذرت باسم نادي الزمالك، مظبوط. وقلت كل الناس ليهم قيمه وانا بعتذر باسم نادي الزمالك. فيا اخي محمود اهدى وهدي نفسك شويه. معلش يا فندم، احنا هنديها، عايزين الجماهير ترجع. صح. وبعدين انت امبارح بتقول احنا عايزين الجماهير الدوري من دور الدوري مجموعه واحده، وانا معاك، بس الاول اصفى لبورسعيد. المشكله بتاعتك انت مش بتاعتي. وبعدين احنا النهارده طالعين على رئيس الوزراء نتكلم في ايه يا سيف؟ في الضرايب اللي تهمني وتهم الاسماعيلي والاهلي وكل الانديه. نتكلم في الاراضي الاراضي اللي احنا بناخدها انديه جديده لينا، بنتكلم في التامينات، بنتكلم في كل حاجه. هو ده يا فندم المهم. هو كان لازم يحضر حد من النادي الاهلي في اجتماع زي ده. لا يا بيه، قال لك لا مش هاجي. ينفع الكلام ده؟ معلش يا فندم، شغل المنظره ده مش علينا يا محمود. اهدى يا ابني شويه، اهدى. هتهدى يا فندم وهتمشي ان شاء الله والدنيا هتبقى هاديه. محمود نادي الاهلي ده نادي كبير، واللي مش عارف قيمه نادي الاهلي وقيمه نادي الاهلي يمشي. انا بقول لك اهو محمود انت هتعمل فتنه كبيره في البلد. اهدى يا ابني، اهدى كده. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم، بني ادمين ان شاء الله باذن الله خير. يقول لك انك انت كسبت ابراهيم معلم بالفرق دون. هقول لك الفرق بينه وبينك بقى ان كمال درويش لما كسبته خدت قرار مجلس اداره باقتراح مني ان يكون مستشارا للنادي يقعد في مكتبه في نفس المكتب. ده الفرق اللي بيني وبينك. ما فرحتش بنفسي وقلت انا كسبت كمال ورؤوف اللي جاي من عند ممدوح. بقول لك يا بيه اهدى عشان خاطر ان شاء الله يا فندم. اللي جاي اهدى واللي جاي نحب بعض يا سيف. اهدى اهدى يا محمود، اهدى. الشيطان راكب، اهدى. والزمالك انا بقول لك اهو، الزمالك لا احسن من تليفونات بني سويف ولا اسيوط ولا المنيا ولا سوهاج ولا كفر الشيخ. كلنا زي بعض يا استاذ محمود. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. احنا انا يمكن الزمالك عندي شويه امكانيات باخد بطولات. الفرق الثانيه دي والانديه الثانيه دي لو اديتها شويه امكانيات ممكن تبقى احسن مني طبعا. احنا اهدى ان شاء الله يا فندم. احنا بنتمنى لحضرتك كل اتفضل واحده واحده كده. ولو انا كان النهارده المستشار مجيد محمود نائب العام السابق وسمير زاهد واصحابه قلت لهم قولوا له اهدى. الكلام ده احنا مش فاتحين محل بقى انا وهو. لا هتمشي يا فندم. مش عايزين نحسد الدنيا بس فيها يا محمود يا طاهر. لا هتفضل هاديه ان شاء الله باذن الله والامور تمشي. وبنتمنى لحضرتك ان شاء الله. وبكره يا سيف هقول لك ان شاء الله النتائج اللي حصلت. وانا طبعا سعيد بان في وفد من اتحاد الكوره جاي ان شاء الله يا فندم. وانا حرصت ان اتحاد الكوره يبقى موجود لانه جزء رئيسي في المنظومه الرياضيه ولازم يبقى موجود. والاستاذ جمال العلام لما كلمني واعتذر لانه عارف ان انا في البدايه انا صاحب الفكره وصاحب الدعوه. انا عارف ان انا قلت كده. اعتذر لانه عنده موعد مع الاخوه بتوع الفيفا عشان برضه مصلحه من مصالح الانديه الرياضيه. طبعا. قال لك مبادره بالنيابه عني طبعا تعرضوا مشاكل الرياضه المصريه. ان شاء الله يا فندم. اتمنى لحضرتك كل التوفيق وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنه الانديه، واجتماع مهم يعني رد على المهندس محمود طاهر. احنا طلبنا من الاهلي الحقيقه ان اي حد يخش يرد، ولكن هم اعتذروا عن المداخله. مشكله نادي الاهلي ان احنا ما نعرفش يعني بسهوله نجيب حد يتحدث ولا حد يتكلم. عايز اقول